بس هل البراكين لوحدها تفسر الانقراض الكامل ده؟ فين الدليل الزمني الدقيق؟ هل حصلت البراكين دي في نفس توقيت الانقراض ولا قبله؟ وهنا بتيجي النظريه البديله انه ممكن يكون في نيزك كبير خبط الارض وعمل دمار شامل زي اللي هيحصل بعدين في نهايه الديناصورات، لكن لحد النهارده مفيش دليل واضح على فوهه نيزك في التوقيت ده، يعني احتمال ضعيف بس مش مستحيل. وكمان في فرضيه التغييرات المناخيه المرتبطه بدورات ميلانكوفيتش. الفرضيه ان الدورات الفلكيه اللي بتتحكم في ميل الارض وبعدها عن الشمس كانت في حاله بتؤدي لانخفاض حراره الكوكب بشده وبعدها زادت تاني. التغير المناخي ده ممكن يكون ضغط على الانظمه البيئيه اللي كانت اصلا على اخرها بسبب البراكين، لكن في علماء بيقولوا انها ممكن تكون عامل مساعد بس مش العامل الرئيسي. وفي فكره انه في نوع معين من البكتيريا اسمه الميثانوسارسينا بدا يزدهر وابتدى يطلع غاز ميثان بكميات مهوله. الميثان زاد، الحراره زادت، والاكسجين قل، والنتيجه كل حاجه بتموت. بس ده برضو ما يفسرش الوفيات البحريه العنيفه دي كلها من غير عامل تاني مساعد زي تحمض المحيط او انخفاض الاكسجين. يعني انتوا متخيلين الارض كانت عامله كوكتيل موت، شويه براكين، شويه ميثان، رشه تغير مناخي، وغالبا كان مفاجاه مش لاقيينها لسه.